فضيحة تحكيمية من العيار الثقيل وعندها علاقة بمولودية وهران وفريق وفاق سطيف. وإلى أول مرة تشوف ناوي الحق المحتوى تاعنا ابوني معنا. لا غازات دو فينيك موقع جزائري كان فجر قنبلة من العيار الثقيل وكان تكلم على تحقيق كانوا أجراوه. كاين تلاعبات كبيرة بنتائج المباريات، ماشي من طرف الفرق كما كامل الناس محطين، ولكن من طرف المراهنين في لو باري سبورتيف. نعاودو نوليو ل 20 نوفمبر، مباراة فريق وفاق سطيف ومولودية وهران. المباراة اللي كانت انتهت بالتعادل 0-0، ولكن لو نعاودو نوليو لو باري سبورتيف نلقاو بانه 120 الف اورو تحطت كمراهنات على هذيك المباراة باش تنتهي بالتعادل. 81% يأكدوا على التعادل 0-0. الحكم كان اعلن ضربة جزاء لصالح فريق مولودية وهران، من بعد راه عاود بالفار وعاود الغى ضربة الجزاء. يعني حتى هو كان حاب يؤدي المباراة باش تخلص بنتيجة 0-0. لجنة الانضباط التابعة للفاف بقيادة عبيد شارف كانوا استدعوا الحكم يحيى دهار من اجل التحقيق معه ورفقة الحكام اللي كانوا معه. الحكم متهم بانه حتى هو كان مشارك معهم، معناتها حاب يدي تشيبا مع جماعة القمار. وهو سطر من اسطر فضائح التحكيم الجزائرية. راح نستناو يوم الثلاثاء ونشوفوا لجنة الانضباط واش دير فلافان. واش رايكم في التحكيم الجزائري ومستواه الى هذه الساعة؟